تسمعوا في أطباء بلا حدود، في كمان كذابين بلا حدود، في دجالين الوقت المناسب والمكان المناسب، في الناطقين الرسميين باسم غزوة العمود مثل وئام وهاب ورفيق نصر الله وسالم زهران وناصر قنديل وما لف لفهما، وأيضا عبد الباري عطوان. هذا يعني وئام وهاب شو كان يحكي؟ إنه في أول قذيفة بتنزل في جنوب لبنان سيقوم السيد حسن بن رد 100,000 صاروخ بده يقذف عليهم، هذا القورم بورم. وبعدين عبارة عطوان بيقول له يا ابو عطوان شو صار في القصة، لانه هو بغرفة العمليات. قال الليلة بده، يعني هو السيد حسن بده يشن حملة بليلة 8/10 انه تشتعل كل الجبهات، جبهة الجولان وجبهة جنوب لبنان وجبهة اليمن وجبهة العراق، وهذا المحور سينهي الليلة، ستنتهي دولة المستجلبين. يعني اللي بتفرج على الكذابين اللي بيحاولوا الآن سرقة الفعل البطولي الذي ليس له مثيل في التاريخ العربي المعاصر. هذه الأبطال اللي بخوضوا معركة الآن في غزة سيسجلها التاريخ بأحرف من ذهب. يعني هذا اللي بصير عماله إشي مذهل، بتحدوا العالم، وهذه الجبهة العالمية التي تقام ضد هذه الفئة المؤمنة التي تتصدى لقوى الاستكبار العالمي كامل، بده يسرقوها ويجيروا. اليوم شو صار يحكوا لك؟ والله السيد حسن هو اللي سوى العملية وهو اللي أدار العملية، بس بدوش ياخذ النصر، بده هالمرة يعطيه للشعب الفلسطيني، بده يهديه بمن عليه. يعني عبارة عطوان بقول لك السيد حسن بده يخليه للمقاومة لحاله هذا النصر. هذول يعني لازم الشلة هذه، لازم أنا بقترح يسووا ناطق رسمي كل يوم يطلع علينا نتسلى، يعني اسمه أبو مسيلمة، يطلع يعطينا كيف البطل أبو عبيدة. انتوا حطوا أبو مسيلمة عشان كل يوم يعطينا تقرير في الكذب، كيف تقلبوا وكيف صرتوا تحكوا الآن إنه شو إحنا دخلنا بمعركة، إحنا سيد حسن في الوقت المناسب والمكان المناسب، انسى الموضوع، إحنا ما بدنا نورط في معركة، صرتوا خلبتوا. فننتظر منكم الناطق الرسمي الجديد أبو مسيلمة الكذاب.